معاكم دكتور محمد محروس. دي الحلقة الرابعة من ازاي مصر تساعد مصر. الناس الكويسين اللي بيدعوا للتظاهرات والثورات، عاوز اوضح ان في فرق ضخم بين الاوطان والفنادق. بمعنى الخدمة ما تعجبناش في فندق يجوز نعترض ونمشي، لكن الاوطان يا جماعة شيء مختلف. هو عايش فينا واحنا عايشين فيه، فما ينفعش نسيبها ولا نغيرها. شوف اخواتنا الفلسطينيين بقالهم سنين طويله من 1914 في حروب وغلب عكان، لكن بيحاولوا باستماته ياخدوا وطنهم. مفيش اكل، مفيش كهرباء ولا دواء ولا ميه، وبيحاربوا دول بالطوب. هو ده باختصار الوطن. مصر بتعاني من مشاكل اقتصادية ضخمة جدا بتأثر على الناس في معيشهم. الحاجة كلها زادت 15 ضعف في ربع ساعة، وده بسبب حاجات كتير جدا زي ارتفاع معدلات التضخم، البطالة، زيادة الدين العام. الناتج المحلي الإجمالي الجي دي بي بينمو الاقتصاد المصري بمعدل يتراوح من 3% ل 5%، وده طبعا معدل ضعيف جدا عشان نحس بتحسن. وكمان معدلات البطاله بقت 7.5%، وده معدل كبير. معدلات التضخم وصلت لمستوى 15%، وده برضو كتير. الدين العام حوالي 96% من الناتج المحلي الإجمالي، ودي مصيبة. حجم الديون الداخلية في 2022 وصلت ل 4.6 تريليون جنيه مصري، والديون الخارجية في 2023 وصلت ل 187.7 مليار دولار أمريكي. عاوز أفكر حضراتكم بالآتي: قبل ثورة يناير بربع ساعة الديون الداخلية كانت 8 تريليون جنيه مصري، والديون الخارجية كانت 34.9 مليار دولار أمريكي، وكان العجز في الموازنة العامة حوالي 8.1 من الناتج المحلي الإجمالي. طيب إيه اللي زود الديون؟ الإنفاق الحكومي المتزايد. في عندنا زيادة الإنفاق على المشروعات القومية والخدمات العامة، وده من جراء المظاهرات ورفع الأجور مرة واحدة، اللي طبعا قبله ارتفاع في الأسعار. يعني الموظف كان بياخد 500 جنيه بقى ياخد 5000 جنيه، واحنا ما عندناش موظف واحد، عندنا ملايين. وتزود الانفاق في ثواني من غير خطه لوقف النزيف ده، لكن عشان وقف التظاهرات. انخفضت الاستثمارات الاجنبيه المباشره نتيجه الاضطرابات السياسيه وتخبط القوانين وعدم وجود رؤيه مستقبليه اي مستثمر. وبقى عندنا زياده تكلفه الاقتراض بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر، وده برضه لعدم وجود ثقه في قدره الدوله على سداد الديون، وبقى نستحمل تحكماتهم فينا عشان ناخد فلوس مش نستثمر بيها، لا ناكل بيها. كمان في تباطؤ في النمو الاقتصادي اللي اثر على الايرادات الحكوميه خوفا من ارتباط المال بالسلطه زي يناير، وسيبنا كل حاجه لجهات داخليه زي القوات المسلحه، مضطرين عشان ما نعيدش نغمه يناير تاني، لانها الجهه الوحيده اللي الشعب ما يقدرش يعترض على انها داخل كل المشروعات، لانها جهه وطنيه ومنظمه. ايا كان عيوب ده، فاي قياده مش هيعرض نفسه ولا بلده لهدم اخر. كمان فضلا على الحرب اللي احنا بنعاني منها من جميع الجهات، في الغرب وفي الشرق وفي الجنوب، في كل حته، وانتم طبعا فاهمين ده كويس قوي. طب دي ليه تكلفه؟ طبعا تكلفه غير عاديه. حاجه كمان متخيل ان تكلفه الحرب دي حاجه مكلفه جدا. طيب ده عمل ايه؟ عمل ارتفاع في تكلفه المعيشه، وعمل التضخم، وصل زياده اسعار السلع الاساسيه زي الغذاء والطاقه، مع صعوبه في تلبيه الاحتياجات اليوميه بسبب ارتفاع الاسعار. بقى في ارتفاع في معدلات البطاله، وده زود نسب الفقر. والعمل غير الرسمي او الموسمي من غير حمايه اجتماعيه بقى عرضه للفقر والبهدله. وطبعا العجز في الميزانيه والدين العام اثر على قدره الحكومه على تقديم الخدمات الحكوميه. طيب في حلول ده؟ الدوله ممكن تدخل في كل المشروعات الجديده كشريك بالارض والمرافق والخدمات والضرائب والتامينات، وكل الرسوم ب50% او اقل طبقا للمشروع. وده هيشجع الناس انها تشتغل وتقلل المرار بتاع الاجراءات والملكيه والفروق والفلوس والمرافق والرخص والمخالفات. كل ده كمان هتخلص على البطاله في تلت ساعه وتشغل ناس كتير، وده يكون في كل مشاريع، من اول المحلات الصغيره، ورش، مصانع،
ارض زراعيه، توكيلات ملاحيه، تصدير، استيراد. اي حد عاوز يشتغل مع الدوله يتفضل، وفي 24 ساعه. واللي بيعمل مشروعات للبيئه والتنميه او الصناعات كثيفه العماله وعاوز يشتغل لوحده، نفتح باب القروض الميسره قليله الفايده من البنك المركزي للمصريين بس. طيب ازاي نجذب الاستثمارات المحليه ونعمل زياده في الايرادات؟ وبعدها هيجي الاستثمار الاجنبي، انه مش منطقي ان الاستثمار الاجنبي يخش من غير ما يشارك حد خسران جوه بلده. لازم نخفض الضرائب على الشركات الجديده ونعمل اعفاءات ضريبيه مؤقته للمستثمرين في قطاعات استراتيجيه، وممكن نعمل ضرائب عينيه سواء في السلع او يعني ناخد ضرائب سلعيه او نشغل بيها عمال. ولازم نرفع الاجراءات البيروقراطيه، ولازم نعمل شفافيه في القوانين والتشريعات، ونعمل حمايه لحقوق المستثمرين والممتلكات الخاصه. كمان لازم نعمل تفعيل للشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونعمل مشروعات مشتركه ونقدم دعم حكومي للمشروعات المشتركه عشان نقلل المخاطر الماليه. لما نحب نعزز السياحه والاستثمار فيها لازم نبدا بالاتي: تدريب لكل العاملين بقطاع السياحه من اول التور ليدر والسواق والجرسون وعمال اوتيلات لغايه بتوع البازارات، عشان يتعلموا ازاي يتعاملوا مع السائح مش يهربوه. ولازم نعمل حملات ترويجيه يقوم بيها الناس اللي عايشين في الخارج، المصريين اللي بره، ونديهم بونص على ده عشان هم عندهم القدره ان هم يتعاملوا مع الاجانب، لان هم عايشين معاهم وعارفين طبايعهم كل بلد لوحدها، وده هيعزز انتمائهم لبلدهم. لازم نعمل تطوير وتقديم دورات تدريبيه متخصصه عشان نلبي احتياجات السوق، ونتعاون مع شركات لتطوير البرامج دي. كمان لازم نعمل، وده مهم جدا، تعزيز التعليم الفني والتقني لتأهيل العمالة المهرة، ونعتبر ده نواة الاستثمار الصناعي وعمل مصانع مجزأة لعدة ورش صغيرة تطلع منتج ما، ويكون حافز يبقى ورش مجمعة للراغبين وممكن للتصدير الداخلي والخارجي. كمان لا ننوع الاقتصاد، ما فيش حاجه اسمها الاعتماد على القطاعات التقليديه، لا يبقى عندنا تنويع مصادر الدخل، يعني زراعه وصناعه وتجاره داخليه، تربيه اسماك، تربيه حيوانات، تربيه داجنيه، التشجيع ثم التشجيع ثم التشجيع. لازم نعرف ان مش الحل ان الدوله تلم فلوس وتحل هي، اسف دي فكره غلط، جربناها مليون مره وفشلت. كمان في دور المواطنين، المشاركه في برامج التوعيه. مصر فيها حوالي 55,000 جمعية أهلية مسجلة و120,000 جمعية تحت الإنشاء. فين دورهم؟ يعني مسجلين 2000 جمعية في كل محافظة، حتى التوعية العادية مش بيقوموا بيها، وده دورهم التنموي اللي لا يهدف للربح. فين هو؟ لازم نشجع الشباب على الابتكار ويعملوا مشروعات ريادية، ونعمل مسابقات لحل مشاكل الوطن، نطرح المشكلة في برنامج ونحط رقم الناس تشترك في الحل بتاعها ونديهم فلوس كويسة. كمان هنلاقي حلول بره صندوق احنا محتاجينها، وهنشجع وننمي الانتماء دي بين الشباب وبين بلدهم. مصر بلدنا، حبوا ترابها. كل المطلوب من حضراتكم ما ترميش همومنا على شماعة موظفين الدولة. خلينا فاكرين ان الازمه دي كان اولها المطالبات بزياده الاجور اللي جرت وراها غلاء الاسعار وزياده مرعبه في الانفاق الحكومي والمرافق. انت بتضغط على الدوله، هم موظفين ايا كان وضعهم، فبيديك من اللحم الحي. ارجوكم كفايه تسخين، انتوا مش فاهمين ان في دول وكيانات بتصرف على ده عشان ننهي بعض، وما بقاش غير ارض فاضيه خاربه ياخدوها ببساطه. خلينا فاكرين ان الدولار كان ب7 جنيه ووصل ل50 جنيه بسبب القلاقل. ارجوكم خلوا بالكم، لان الدوله مش ارض بقدر ما هي شعب بيحافظ على الارض. ربنا يحفظ مصر ويحفظكم جميعا.